ماتش المنتخب الاولمبي وفرنسا. انا بس يعني حابب ان انا اقول وجهة نظري بس في الماتش ده، مش تحليل كامل يعني، بس انا عايز اتكلم عليه كحاجة سريعا كده. الشوط الاول يعني مصر لعبت ماتش كويس بصراحة. المنتخب الاولمبي قدر انه يقدم ماتش كويس، وقدر انه يهجم على المنتخب الفرنسي ويشكل ضغط. يعني انا شايفه بصراحة عمل ماتش كويس في الشوط الاول. لو هتكلم على الشوط التاني، ففرنسا قدرت انها تضغط المنتخب بشكل كبير، وبعد كده قدرنا ان احنا نسجل جون. بعدها المنتخب اتضغط بشكل كبير جدا، لدرجة ان فرنسا بقت بتضغط على المدافعين بتاعة المنتخب، فبقيت انت مش قادر انك تطلع بالكرة من تحت لفوق اصلا. يعني الموضوع بقى صعب. انت حتى في الدفاع بتاعك بمجرد ما انت تستلم الكرة بتلاقي اللعيبة داخلة عليك، فكثافة الضغط كانت للمنتخب الفرنسي كانت تقيلة جدا. وزي ما اتكلمت على الماتش الاهلي والمقاولين، حته ان انت تكون بتدافع قصاد فرقه قويه ضغطاك جامد ك ك كهجوم، انت مش قادر انك تطلع بالكره من تحت لفوق، ده بيعمل ضغط جامد جدا على الفرقه. وفي نفس الوقت انت عمال تدافع، فانت مضغوط ذهنيا جامد، وفي نفس الوقت مضغوط من الناحيه البدنيه. انت عمال بتحاول ان انت تقفل على لعيبه المنتخب الفرنسي اللي تقريبا كانت بتتحرك في كل حته في الملعب. فالموضوع كان مش سهل تماما. تمام. بالنسبه للناس اللي كانت بتقول انت جبت جون فتهجم، يعني بالنسبه للناس اللي كانت بتقول انت جبت جون فتهجم، يعني تكمل هجوم. هو على فكره هو الكلام حلو جدا، بس انت دلوقتي هتهجم ازاي وانت في فرقه بتقابلك في دفاعك؟ يعني بمجرد ما انت الكوره بتاخدها في الدفاع، بيطلعوا لك بثلاث لعيبه يضغطوا عليك في الدفاع عشان ياخدوا منك الكوره. طب انا ههاجم ازاي؟ يعني انا هعملها ازاي؟ ما هو برضو يعني خلينا منطقيين. انا دلوقتي عشان اطلع بالكوره او عشان اهجم في اي ماتش في الدنيا، لازم ان انا اطلع بالكوره من تحت لفوق. يعني لازم اطلع بالكوره من الدفاع وادرجها على نص الملعب، في نص الملعب يبدا يدرج على المهاجمين، فنبدا ان احنا نطلع بالكوره. لكن انا اطلع بالكوره ازاي وانا اصلا مضغوط من الدفاع والضغطه دي قافلاني على نص الملعب، مش عارف اوصل الكوره نص الملعب اصلا. ف فهم كمنتخب فرنسا يعني ضغطونا جامد جدا، خلى لعيبه المنتخب مش قادرين يطلعوا بالكره من تحت لفوق. ولكن طبعا يعني برضو انا عايزه، يعني لو هتكلم على الجون اللي دخل لمنتخب فرنسا في الدقيقه 82، هو سرحان من الدفاع. بس انا ما اقدرش الوم بصراحه المدافعين، لان هم بصراحه يعني عملوا جيم في المجمل عالي جدا. انا مش هقدر يعني الوم على حد فيهم بصراحه، لان هم برضو يعني وارد في ثانيه ان انت بمجرد ما تفقد تركيزك في ثانيه تاخد جون. فانا بصراحه مش هقدر ان انا اقول ان الدفاع كان وحش، لا بالعكس، الدفاع عمل ماتش حلو جدا. بلاحظ في الشوط الثاني ان المدرب نزل تبديلين، يعني من ضمن بقى الضغط اللي احنا كان علينا، فنزل تبديلين. التبديلين دول كان دورهم ان هم يلعبوا على الثغرات اللي كان بيسيبها المنتخب الفرنسي في ظهره اثناء الهجوم. وفعلا بدانا ان احنا نتحرك ونشكل خطوره في كوره من الكور اللي اتشطت من بره خط ال 18، او على حدود خط ال 18 بالظبط يعني. وللاسف كانت فوق العارضه، كانت ممكن الكره دي تنهي الماتش، لان احنا كنا متعادلين في وقتها، كانت كره في اخر الماتش. بس طبعا انا يعني بعد كده لما رحنا الاكسترا تايم دخل فينا جون بدري. طبعا المنتخب الفرنسي كان ضاغط بشكل اكبر. منتخب مصر كان قبلها كان لاعب ماتش باكسترا تايم، فكان الماتش كان تعب اللعيبه جدا. بس عامة انا يعني كل اللي هقدر اقوله بصراحة ان رغم ان احنا خسرنا من منتخب فرنسا، بس المنتخب الاولمبي عمل ماتش محترم جدا وعمل ماتش كويس جدا بصراحة. انا فعلا يعني شايف ان هم جيل كويس جدا قدر يعمل اللي عليه. وعامة رغم الخسارة هم بصراحة برضو شرفونا، واتمنى طبعا يعني ان هم ماتش المغرب ان هم يجيبوا برونزية ان شاء الله. انا طبعا بقول طبعا هارد لك للمنتخب. وعلى فكرة المنتخب كان قريب من النهائي، بس خلاص قدر الله ما شاء فعل، وان شاء الله نقدر ان احنا نعوض قدام المغرب في المركز الثالث. كان معاكم مصطفى احمد من كورة تيتش، شكرا جدا ليكم.